اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا هنتكلم عن افلام موسم اجازة نص السنة 2024. يعني من الاخر كده لو في حاجة في ايديكم سيبوها وركزوا معايا قوي. النهاردة في الحلقة معانا اكتر من 10 افلام. كل اللي عليكم قبل ما نبدأ تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا. يلا بينا نخش في الحلقة. مبدئيا كده علشان تبقوا عارفين انا مرتب الافلام من حيث مواعيدهم، انا بس حبيت اقول لكم علشان تبقوا معايا على نفس الخط وفاهمين كل حاجة. اول فيلم ان شاء الله هينزل في السنة الجديدة يوم 3 يناير هو ليه تعيشها لوحدك، وبينتمي لنوعية الدراما، ومن بطولة خالد الصاوي وشريف منير وسلمى ابو ضيف ومحمد رضوان ونجوم تانيين، ومن تأليف أحمد عبد العزيز في أول تجربة تأليف، ومن إخراج حسام الجوهري. فيلم ليه تعيشها لوحدك من الأفلام اللي أنا مش منتظرها قوي، لكن لما شفت الإعلان بصراحة عجبني جدا وفي نفس الوقت اتقفلت. الإعلان حلو ويحسسك إن الفيلم هيبقى هادي، والتصوير والألوان وكل حاجة هادية كده وجميلة وتدعو للتفاؤل. لكن الحاجة اللي خلتنا اتقفل قوي ان الاعلان حارق الفيلم كله، حارق القصة بالكامل. انت لو شفت الاعلان تقريبا انت مش محتاج تتفرج على الفيلم. الاعلان جايب لك ان خالد الصاوي وشريف منير اتنين صحاب، ماشي دي تعدي. بعد كده جاب لك ان خالد الصاوي تعب ودخل المستشفى وتقريبا عنده كانسر، لان في لقطة تانية في الاعلان خالد الصاوي بيظهر فيها اقرع، فاكيد هو مصاب بالمرض ده. بعد كده جاب لك ان شريف منير ده راجل عازب وبيحب بنت صاحبه اللي هي سلمى ابو ضيف، فبيجيب لك بقى الصراعات وان ما ينفعش راجل يحب واحدة قد بنته. لدرجة كمان ان هو في اخر الاعلان جايب لك المشهد اللي هيبقى اهم مشهد في الفيلم، اللي هي المواجهة بقى ما بين شريف منير وخالد الصاوي، لما خالد الصاوي يعرف ان صاحبه بيحب بنته. يعني بص الاعلان جاب لك الفيلم كله، فانا هدخل الفيلم اعمل ايه؟ اللي عمل اعلان فيلم ليه تعيشها لوحدك ظلم الفيلم وظلم نفسه. الفيلم شكله حلو جدا بس انت حرقت كل حاجة. انا هدخل اعمل ايه بقى؟ فانا لسه مش عارف هل هتفرج على الفيلم ولا لأ. ولو دخلت اتفرجت عليه هيبقى بس علشان المجهود اللي عاملينه صناع الفيلم والشغل اللي هم مطلعينه، انما الاعلان حرق كل حاجة. الفيلم التاني يوم 4 يناير هو أنا وابن خالتي، وبينتمي لنوعية الكوميديا، ومن بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج أحمد صالح. فيلم أنا وابن خالتي للأسف مش متحمس له، الإعلان ما عجبنيش برغم إن فكرة الفيلم حلوة. يعني أنا فهمت من الإعلان إن سيد رجب وبيومي فؤاد اتنين ولاد خالة، ومن زمان جدا وهم صغيرين على طول ما بينهم كده صراع، وكل واحد بيثبت إن هو أفضل من التاني، فده بيحطهم طول الوقت في مقارنة وبيقعوا في مفارقات كوميدية. الفكرة حلوة بس حاسس ان مش هيتم استغلالها بالشكل الصحيح. وكمان الفيلم يعني اعلانه محمسنيش ان انا ادخله، وما ضحكتش خالص في الاعلان، فبنسبة كبيرة مش هدخل الفيلم. الفيلم التالت يوم 4 يناير هو عصابة عظيمة، وبينتمي لنوعية الكوميديا، ومن بطولة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ومحمد محمود وكريم عفيفي ورنا رئيس، ومن تأليف هاجر الإبياري في تجربتها التأليفية الأولى، ومن إخراج وائل إحسان. والفيلم طبعا احنا عملنا له تريلر رياكشن، وزي ما انا قلت لكم في الحلقة اعلان الفيلم جيد بس مش افضل حاجة. ولو انا دخلت الفيلم ده هدخله لسببين، طبعا انا بحب اسعاد يونس وكل حاجة، بس انا لو هدخله علشان اولا المخرج وائل احسان من المخرجين المتميزين جدا واللي ليهم اعمال كوميدية اكتر من رائعة. عندك الليمبي ووش اجرام والباشا تلميذ وزكي شان والاعمال تستمر. وتاني سبب يخليني عايز ادخل الفيلم هو محمد محمود، واللي كان واضح جدا من خلال الاعلان ان هو اللي هيبقى شايل كوميديا الفيلم. وفي الاول وفي الاخر اتمنى ان هو يطلع فيلم كويس وفيه كوميديا حلوة. طيب يوم 4 يناير برضو مع الفيلم الرابع وهو الاسكندراني، وبينتمي لنوعية الأكشن والإثارة والتشويق، ومن بطولة أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وصلاح عبد الله وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف، واللي بيرجع مرة تانية للسينما بعد غياب 5 سنين من ساعة فيلم كرم لعمرو سعد. والحقيقة إن فيلم الاسكندراني من الأفلام اللي أنا عاوز أتفرج عليها، اولا عشان دي اول بطولة لاحمد العوضي في السينما، فعايز اعرف هو هينجح ولا لأ.
وتاني حاجة ان الفيلم من كتابات أسامة أنور عكاشة، فهنشوف الفيلم هيقدم لنا ايه. الاعلان بتاعه جيد خصوصا على مستوى الاكشن والتصوير، ولكن برضو في نفس الوقت انا مقلق شوية من نقطة الاخراج. خالد يوسف زي ما انا قلت لكم فترة طويلة جدا غايب عن السينما، وكان ليه مسلسل في رمضان اللي فات اللي هو سر الباتع بتاع احمد فهمي واحمد السعداني، وانا ما اتفرجتش على المسلسل، بس كل الاراء اللي كانت حواليه كانت اراء سلبية. فربنا يستر والفيلم ده يطلع حاجة كويسة. نخش في الفيلم الخامس واللي هينزل برضو يوم 4 يناير، وكده معانا 4 أفلام هينزلوا في نفس اليوم إن شاء الله. والفيلم هو الحريفة، وبينتمي لنوعية الرياضة والكوميديا، ومن بطولة نور النبوي، ومعاه مجموعة من الشباب، وبيشاركهم البطولة بيومي فؤاد وميدو. ميدو بيمثل وساب الزمالك. اقف جنب الزمالك يا ميدو، النادي بيقع مننا، بتمثل ليه؟ روبرتو دينيرو انت يعني؟ انا مش فاهم. الفيلم من تأليف اياد صالح، وده اول فيلم يكتبه، كل كتاباته يا اما مسلسلات او برامج، ومن اخراج رؤوف السيد في تجربته الاخراجية الاولى. فيلم الحريفة طبعا بيتكلم عن الكرة، والنوعية دي من الافلام انا بحبها جدا، بس لما جيت اتفرج على الاعلان ما عجبنيش. الاعلان بيوضح لك ان نور النبوي في مدرسة انترناشونال، ولظروف معينة بيتنقل لمدرسة حكومة زي فيلم لا مؤاخذة كده، وهناك بقى بيجمع فرقة ويدخل بيها بطولة. حلو الاجواء دي، بس حاسس برضو ان الفيلم مش مشجع كده ان انت تدخله. يعني الكاست التمثيلي للاسف بتاع الفيلم مش قوي. الفيلم كان محتاج ابطال غير اللي موجودين، مع احترامي للكل، بس كفايه ان الفيلم فيه كزبره. ده فيلم مش طبق سلطه، كزبره ايه بس يعني؟ كزبره يعني وصلت لكزبره يا جماعه، احنا بنضيع. انقذ الزمالك يا ميدو، مش هقولها تاني. نسيبنا خالص بقى من يوم 4 يناير ونخش في يوم 18 يناير مع الفيلم السادس وهو مقسوم، واللي بينتمي لنوعية الموسيقى والاستعراضات، ومن بطولة ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم، ومن تأليف هيثم دبور واللي كان آخر أعماله في السينما فيلم واحد تاني، ومن إخراج كوثر يونس، وده أول فيلم روائي طويل هي تخرجه. كان ليها قبل كده تجربتين في الأفلام القصيرة. فيلم مقسوم يعتبر بيقدم نوعية جديدة على السينما المصرية، وهي نوعية الأفلام الموسيقية واللي بيبقى فيها استعراضات. والفيلم نزله برومو تشويقي لذيذ كده. يعني الفيلم ده هيعجب جدا الناس اللي ليها في النوعية دي من الأفلام الموسيقية واللي بيبقى فيها أغاني. أنا بصراحة ماليش في النوعية دي، فنخش في الفيلم اللي بعده. ندخل في الفيلم السابع واللي هينزل برضو يوم 18 يناير، وهو الفيلم الأكثر انتظارا في سنة 2024، فيلم حمص وحلاوة. ركزوا معايا بس بالله عليكم، علشان أنا هطلع دلوقتي التليفون ونقرا الأبطال مع بعض، نشوف الفيلم ده أبطاله مين. أبطال جامدين أوي يا جماعة. الفيلم من بطولة محمود الليثي، أمينة، حمو بيكا، حسن شاكوش، عمر كمال. اكمل ولا انتوا تعبتوا مني؟ شايفين الابطال؟ تعال بقى شوف تصنيف العمل، حاجة مهمة جدا. تصنيف العمل موسيقي واستعراضي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تعال بقى نشوف ايه من مؤلف الفيلم. الفيلم من تأليف سيد السبكي. طب سيد السبكي ده عمل ايه؟ سيد السبكي ده عمل افلام كانت مرشحة لجائزة اوسكار، زي مثلا انت حبيبي وبس، امان يا صاحبي، على وضعك، يجعله عامر، انا تعبت. والفيلم من اخراج الراحل احمد البدري، وده اللي مزعلني والله العظيم. يعني الفيلم من اخراج مخرج كبير لسه متوفي من فترة قليلة جدا، ربنا يرحمه يا رب. كان من المخرجين اللي انا بحبهم جدا، وحزين والله ان ده يبقى اخر فيلم من اخراجه. حرام بجد، الافلام دي كانت خلصت من 2015، ايه اللي رجعها تاني؟ ليه؟ يعني الفيلم اساسا اعلانه نزل مدته 3 دقايق، اقسم بالله العظيم انا ما قدرتش اكمل الدقيقة الاولى. مش عايز اعرف قصة الفيلم ولا عايز اعرف اي حاجة. يا جماعة ما ينفعش، الافلام دي كانت موضة وخلصت، ليه بنرجعها تاني؟ حسن شاكوش وحمو بيكا، ايه ده؟ ما ينفعش. الفيلم التامن هو بضع ساعات في يوم ما، واللي هينزل يوم 18 يناير. كده في 3 أفلام هينزلوا في نفس اليوم، ومن بطولة جماعية بتضم نجوم زي هشام ماجد ومي عمر وأحمد السعدني وهنا الزاهد ومحمد سلام. والفيلم مأخوذ من رواية بنفس الاسم للكاتب محمد صادق، ومن إخراج عثمان أبو لبن. تعالوا نقرأ قصة الفيلم مع بعض على التليفون ثانية واحدة. أهو
قصة الفيلم بتدور عن ايه بقى؟ بيقولك، ثواني معلش اهو، تدور أحداث الفيلم حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهما بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي وتشويقي. بصراحة أنا بقرا معاكم دلوقتي قصة الفيلم اتشوقت للفيلم، واضح إن القصة هتبقى حلوة. أنا أساسا ما قريتش الرواية، فلو حد قرا الرواية دي يكتب لي تحت في التعليقات إيه رأيه، وهل يتوقع الفيلم هيبقى حلو ولا لأ. هستنى رأيكم تحت في التعليقات. نخش في يوم 25 يناير مع الفيلم التاسع، وهو آل شنب، واللي من بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر ومحمود البزاوي، ومن تأليف وإخراج أيتن أمين. وتعالوا برضو نقرأ قصة الفيلم من على التليفون. ثانية واحدة معلش، أنا تعبتكم معايا النهاردة أهو. قصة الفيلم بتدور عن إيه بقى؟ بيقولك تعاني ليلى من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى إحدى أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة التي تتكون من 4 عمات وأولادهن والأحفاد. يعني كده واضح من قصة الفيلم إن الفيلم هينتمي لنوعية الكوميديا، وممكن برضو يبقى فيه دراما، فهنشوف لما إعلان الفيلم ينزل. ونيجي للفيلم العاشر واخر فيلم في القايمة النهاردة، وده لسه ما تحددلوش ميعاد علشان كده انا حطيته في الاخر، وهو فيلم عادل مش عادل، واللي بينتمي لنوعية الكوميديا، ومن بطولة احمد الفيشاوي وشيري عادل ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كامل وادهم سعيد في تجربتهم التأليفية الاولى، ومن اخراج احمد يسري مخرج فيلم بوشكاش طبعا من اهم اعماله. وبصراحة فيلم عادل مش عادل انا مش متحمس له. هو نزل له اعلان تشويقي ما كانش موضح اي حاجة، والسبب الرئيسي اللي مخليني ان انا مش متحمس للفيلم ده هو ان احمد الفيشاوي في الفترة الاخيرة شغال كويس جدا وبيقدم افلام كتيرة، بس افلام دون المستوى. حتى الفيلم الاخير بتاعه اللي نزل السنة دي اللي هو فيلم رهبة برضه معجبنيش. فاتمنى ان الفيلم ده يفاجئني باي نوع من الانواع، ويبقى عودة قوية لأحمد الفيشاوي في السينما. وبس كده، دي كل الأفلام اللي إن شاء الله مقرر عرضها خلال شهر يناير في موسم أجازة نص السنة 2024. في أفلام تانية ممكن تنزل برضو في شهر فبراير، بس لسه ما تحددتش هتنزل امتى بالظبط، زي مثلا فيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، وده فيلم أكشن، وفيلم عاشق بتاع أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، وده فيلم رومانسي، وفيلم اسود ملون بتاع بيومي فؤاد ورانا رئيس، وده برضه فيلم رومانسي. وتقريبا كده الفيلم ده هو وفيلم عاشق هينزلوا في عيد الحب بنسبة كبيرة. وكمان برضه في فيلم التجربة المكسيكية بتاع عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومحمد ثروت واحمد فتحي، ممكن ينزل خلال شهر فبراير. وفي النهاية اكتبولي تحت في التعليقات ايه اكتر افلام انتم متحمسين ليها. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.